السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى مع بعض الفطير بطريقة حلوة قوي، وزي الكنافة كده. شايفين عامل ازاي من فوق ومن تحت؟ ما شاء الله عليه، مورق وخفيف، مش معجن ولا اي حاجة. جميل قوي. شايفين عامل ازاي وطري؟ ما شاء الله عليه، النتيجة بتاعته حلوة. هنسمي الله بقى ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا الفطير بتاعنا ده ازاي. عندي اللهم صل على النبي هنا كيلو دقيق نخلاه، هحط عليه رشة ملح واحط عليه سكر. السكر دايما في فيديوهات اقول حسب الرغبة. في ناس بتحب الحاجة مسكرة، بالذات المعجنات دي، في ناس بتحبها مسكرة وناس بتحبها مش مسكرة. فالسكر ده انا مقدرش احددلك اقولك حطي قد ايه. انا حطيت هنا حوالي ربع كوباية سكر، وحطيت رشة ملح، وحطيت مية دافية للعجن بس. هو الفطير بيتعمل كده بس، هي دي العجينة بتاعت الفطير: مية ورشة ملح وشوية سكر. هقلبهم بقى كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده احطهم في العجان يتعجنوا. لو ما عندكيش عجان عجني بايدك. سبتها بقى بعد ما اتعجنت، سبتها اتعجنت كويس قوي. هقطع الكيلو ده على فطيرتين، واقول لكم سعر الفطيرة كام وانا بطلعها بكام يعني وكده. دي مش ليا في البيت، دي ناس طالبينها مني، واقول لكم السعر بتاعها كام. هغطيها بقى، دي فطيرة اهيت قطعتها وركنتها. والفطيرة التانية هقطعها واكورها زي ما انتوا شايفين. عندي صينية دهنها سمنة، واحاول الكور اللي انا بعملها دي ما لزقهاش في بعض عشان ما تلزقش. شايفين بقى العجينة طرية ازاي؟ زي ما قلت لكم دايما احب ان انا اخلي العجينة طرية عشان تبقى سهلة معايا في الشغل وتخلص معايا على طول. فانا على طول اي معجنات لازم العجينة بتاعتي تبقى طرية طرية معايا خالص. بتتفرد بقى اما اجي افردها بتتفرد معايا على طول. هكور بقى الفطيرة ديت، وانتوا شايفين كده بعدهم عن بعض. ودي الفطيرة التانية كورتها وعملت بينهم حتة عجينة كده عشان ما توهش عنهم، وغطيتها. هسيبهم بقى يرتاحوا نص ساعة. بعد ما ارتاحت نص ساعة العجينة معايا، طبعا ما فيهاش خميرة ولا اي حاجة، هجيب بولة كده او طبق، احط فيه سمنة على زيت، بس السمنة يكون دافية. الطريقة ديت حلوة قوي، بتخلي معاك الفطير يتفرد بكل سهولة. شايفين بقى؟ هحط كل الكور بتاعتي في الطبق. يعني انا مكورة مثلا الكور بتاعت فطيرة 12 ولا حاجة، بحطهم ال12 في الطبق عشان بيسيحوا معايا كده ويتفردوا معايا بكل سهولة. حطيتهم بقى كلهم كده. هاخد واحدة واحدة بقى كده افردها. شايفين بتتفرد معايا على طول ازاي؟ ما شاء الله. العجينة طرية، ورجعت بعد ما العجينة كانت طرية حطيتها في السمنة، فمشيت معايا بكل سهولة، ما بتاخدش اي وقت. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بتجري كده في ايدي. بس لو اتقطعت منك حتة عادي خالص، بس ما تحاوليش يعني تقطعها كلها وتقولي عادي يعني، لا يعني لو حتة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هطبقها كده. كل ما اطبق افرد واحدة احطها في قلب التانية، كل ما افرد واحدة احطها في قلب التانية واطبقها لحد ما الفطيرة بتاعتي كلها تتفرد. يعني انا فردت دي، هجيب اللي انا طبقتها احطها في قلبها. شايفين بقى العجينة رقيقة خالص ما شاء الله، وبتتفرد معايا على طول. هطبق كده، هفضل اعمل بقى كده لحد ما كل الكور بتاعتي تخلص. خلاص كده انا خلصت الفطيرة اهي. هحطها بقى في صينية واسيبها ترتاح خالص لحد ما اعمل التانية. حطيت بقى على وشها كده زبدة صفرة اللي هي بلدي، فردتها خالص اهي. حطيتها بقى في الفرن على درجة حرارة عالية، في الأرض على الصاجة من تحت. الفطيرة من ديت ب35 جنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع ألف سلامة.